انا رحت ادور على شغل في دبي لمده شهر، وده اللي حصل. المره دي هتكلم عن السكن، وخلي بالكوا كويس قوي عشان في ناس بتنصب عليها لحد دلوقتي. بصراحه قعدت ادور كتير على النت اشوف اي مواقع كويسه، لقيت على الفيسبوك ولقيت على دوبزل، يا اما بلاقي هنود مش فاهم منهم حاجه، يا اما بلاقي مصريين ضاربين ارقام عاليه قوي، لحد ما لقيت شخص كلمته على جروب وهي دي صورته، وقسما بالله قسما بالله الراجل ده لا مديني جنيه ولا درهم، بس بجد نزلت عليه من اكتر الناس المحترمين. مش عايز اقول لكم الراجل قابلني بكل احترام، يعني غير طبيعي بجد. جيت قلت له الكاميرا مش عاجباني بتاعت الاستوديو، اليوم التاني لقيته مغيرها. قلت له المخده مش مريحاني، لقيته جايب واحده بالكيسه بتاعتها جديده. بقول له الدش مش شغال صلحهولي. مش طول الفتره اللي انا كنت قاعد فيها في الشهر كل شويه بعت على الواتساب الدنيا تمام، كله زي الفل. لو روم سيرفيس في فندق مش عاملني كده بصراحه. الراجل ده اسمه ابو وعد، وعنده شركه اسمها الوعد للعقارات، انزلوا عليه، راجل مضمون وموثوق كويس جدا، حتى فوق الادب وفوق الذوق. عنده اسعار كويسه جدا، وعنده حاجات كتيره قوي من اول 1500 درهم لحد 5000 درهم. كلمه واحجز عنده وانت مطمن.